لما تسمع لقب نادي القرن لازم تسأل ليه الأهلي؟ علشان ببساطة القارة كلها اتكتبت بحبر أحمر من أول بطولة لحد الهيمنة. الأهلي ماشي في طريق واحد، سيطرة وهيبة وتاريخ ما بيتكررش. دي مش حكاية فريق كسب بطولات، دي حكاية نادي سيطر على قارة كاملة. دي حكاية أمجاد الأهلي في أفريقيا. 1976 الأهلي بدأ يحلم، وفي 1982 الأهلي خد أول بطولة، ومحدش كان عارف إنه هيبدأ سيطرة هتستمر لأكتر من 4 عقود. من كوتوكو للترجي للوداد كلهم اتكتبوا في صفحات المجد الأحمر. في التسعينات الأهلي رجعوا بقوة وبدأ يسيطر على السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس. وفي سنة 2001 بدأ الانفجار الأحمر، الأهلي بيفوز بدوري الأبطال على سان داونز وبيعلن بداية عصر جديد، عصر رعب لكل فرق أفريقيا. 2005 ل 2013 دي مش سنين، دي ملحمة. جيل أبو تريكة وبركات ومتعب وشوقي والحضري، الجيل اللي خلى أي فرقة تواجه الأهلي وهي مرعوبة. 5 نهائيات دوري أبطال، 4 بطولات و3 سوبر، واللي أهم من كده احترام القارة كلها للنادي الأهلي. اتقال الأهلي وقع، لكن الكلام ما بيقعش. 2020 كانت علامة الرجوع، نهائي القرن ضد نادي الزمالك، بطولة ورا بطولة، وفي أقل من 4 سنين الأهلي رجع ياخد مكانه الطبيعي على العرش الإفريقي. 12 دوري أبطال إفريقيا، 8 سوبر إفريقي، 4 كأس الكؤوس الأفريقية، أكتر من 25 مشاركة أفريقية، أكتر نادي إفريقي شارك في كأس العالم للأندية. واللي يقول غير كده يا إما ما شافش التاريخ يا إما بيهرب منه. أمجاد الأهلي في أفريقيا مش وليدة الحظ ولا جت صدفة، ده تعب ودم وتاريخ صنعه جيل ورا جيل. لما تسأل أي إفريقي تقول له مين هو زعيم القارة هيقولك بكل بساطة الأهلي هو أفريقيا، وأفريقيا هي الأهلي. استنونا في حلقة جديدة من التاريخ أهلاوي، لأن المجد لسه مخلص. في النهاية الأهلي دايما في القلب. سلام.